مرحبا، كيفكم؟ أنا وفاء محمد. وصفتنا لليوم وصفة تشيز كيك البلوبري، وصفة من أشهر الحلويات، حلا لذيذ وبارد وخفيف وبنفس الوقت راقي، ممكن يتقدم بأحلى المناسبات. رح نحتاج ل 80 جرام زبدة، بتلاقوا الزبدة من ورا مقسمة ل 50 جرام، علبة قشطة، 3 دريم ويب أو ممكن كريمة سائلة، باكيت ونص بسكوت، معلقة كبيرة ونص جيلاتين، معلقة صغيرة فانيلا سائلة، 6 مكعبات أكشن أو أي نوع جبنة كريمي، معلقتين سكر اختياري، بلوبري، كوب معياري عشان نعاير فيه، قالب 8 إنش وكوب حليب. هلأ رح نبدأ نقسم الزبدة ونسيحها على الغاز. هلأ رح نبدأ نجهز البسكوت. للي ما عنده محضرة ممكن يستخدم باكيت ويدق البسكوت فيه، بيعطينا تقريبا نفس النتيجة. أنا استخدمت محضرة الطعام. طحنت أول باكيت، بعدها ضفت النص الثاني، وضفت كمان الزبدة، كمان ضفت معلقة كبيرة قشطة. القشطة بتخلي قوام البسكوت متماسك وما بيفرط معنا ولا بييبس من الزبدة. هلأ حاولنا ندخل الزبدة جوا البسكوت ونفركها بإيدنا لحد ما نشوف إنها تشكلت معنا. هيك بكون البسكوت تمام. رح نرص البسكوت أول طبقة بالقالب. حاولوا تخلوا الشكل متساوي ومرتب. كل باكيت كريمة بيحتاج لنص كوب معياري ماء بارد. طبعا عادي ممكن تستخدموا انتو خفاء يدوي، بس رح يحتاج لمدة اطول. المهم انه تخلوا القوام كريمي مش قوام سائل. رح نضل نخفق لحد ما يتضاعف عنا حجم الكريمة. رح نضيف كمان معلقة صغيرة فانيلا سائلة بتعطي نكهة لذيذة. هيك تضاعف عنا حجم الكريمة. بالخلاط رح نضيف باقي المكونات: السكر، كوب الحليب، علبة القشطة، ومكعبات الجبنة. قلنا عادي ممكن تستخدموا أي نوع جبنة بتحبوه، لافشكري، كيري، أكشن. رح ندوب هلأ معلقة كبيرة ونص جيلاتين، كاسة صغيرة مية مغلية، ضروري تكون مغلية عشان يدوب. وبنفس الوقت بنصحكم ما تكتروا جيلاتين، لانه رح يخلي قوام التشيز هلامي زي قوام المهلبية وما حيكون ظابط. قوام التشيز بكون كريمي. هلأ رح نضيف الخليط اللي كان بالخلاط بشكل تدريجي على الكريمة. Everything feels wrong, guess
الخليط تقريبا صار جاهز معنا. راح نديره فوق طبقة البسكوت. اطلعوا كيف القوام كريمي. قبل ما نحط الطبقة الأخيرة رح نحطها بالفريزر شوي تجمد. طلعناها من الفريزر وهلأ رح نحاول نخفف البلوبري لأنه بكون جامد وعشان يسهل فرده على طبقة الكريمة. تقريبا نص علبة البلوبري أخذت معي 3 معالق صغار مية، يعني تقريبا معلقة كبيرة. راح نحطها بالفريزر لمدة لا تقل عن 3 ساعات، ويفضل ليلة كاملة. وهيك بعد ما طلعناها من الفريزر صار عنا أطيب وأخف وألذ تشيز كيك. وإذا عجبتكم الطريقة لا تنسوا تنشروا الفيديو بكل مكان وتعملوا لايك وشير وسبسكرايب. سأسبسك قريب.